فيليك جه وماتش فالنسيا خلص بالبركة، وجماهير برشلونة اللي بقوا شايفينه انه خلاص جالنا المدرب الصح في الوقت الصح بعد ما فضلنا سنين بيتجرب فينا مدربين، وعلى قد ما الطموح حلو مفيش كلام، على قد ما الكلام لازم يكون بالعقل. فبعيدا بقى عن صفقة أولمو، تعال نجاوب على السؤال المهم، فيليك نفسه هيعمل ايه؟ تعال نشوف. تغيير نظام التدريب. فيليك بدأ من أول يوم مع برشلونة ولغى حاجة كان اسمها دقايق المرح، ودي كانت في بداية كل تدريب من عصر إنريكي وانت جاي لحد تشافي، وكانت عبارة عن ربع ساعة اللعيبة بتلعب فيها كرة يد وطايرة وضحك ولعب وكلام من ده. في نفس الوقت حط برنامج تدريبي يخلي اللعيبة تتدرب بالكورة وهي بتعمل تمارين بدنية، وده مهم في موضوع المقاومة والالتحامات وأربطة الرجلين. الإعداد البدني هي الجزئية الأكبر اللي كانت جماهير برشلونة مستنياها بفارغ الصبر. عاوزين بقى نشوف أجسام لعيبة البايرن في وقت كورونا ولا بلاش؟ ما تفكرناش يا سيدي بالليلة المنيلة ب60 نيلة دي. والحقيقة إن الأمور ما بتمشيش كده، ولكن بقى في برنامج بدني قوي جدا للاعيبة برشلونة، مش برنامج جماعي زي العادة، لا، برنامج جماعي للفريق وبرنامج فردي لكل لاعب لوحده. يعني اللي يمشي مع جسم ليفاندوسكي مش هو اللي هيمشي مع جسم لامين يامال، وهكذا. حتى في التدريبات هتلاحظ ان كل لاعب بيبقى واقف جنبه المعد البدني شوية. شغل فليك البدني مش هيظهر في شهر ولا شهرين، دي حاجة عشان تبان هتستنى لنص الموسم، ووقتها هتبتدي الكتلة العضلية لكل لاعب تتغير، وفي نفس الوقت اللياقة بتاعت اللعيبة هتبدأ تختلف. يعني شغل برشلونة اللي بيلعب كل 60 دقيقة ويعطل ده انساه خلاص، مستقبل لمسية. فيليك كان واضح من وقت التفاوض معاه، الراجل قال للابورتا ان الفريق الحالي لبرشلونة يقدر يقدم اكتر من اللي بيقدمه، وان التدعيمات هتكون في اضيق الحدود والاعتماد الرئيسي هيكون على لمسية. وهو برشلونة فعلا مش ناوي يعمل غير صفقتين، داني اولمو وجناح شمال، والموضوع هيقف عند كده، وكل النواقص هيتم تدعيمها من لمسية. عندك مارك كاسادو تم تصعيده للفريق الاول وهيلعب دور لاعب الوسط اللي كان مفروض يتم التعاقد معاه. باو فيكتور هيتسجل مع الفريق الاول وهيبقى البديل الاول لليفاندوسكي الموسم الجاي بعد ما كان هداف برشلونة الموسم اللي فات. هيكتور فورت هيكون الباك اليمين البديل لكوندي، واليكس فالي هيكون الباك الشمال البديل لبالدي، ونوح درويش وديمينجز هياخدوا دقايق على مدار الموسم، ومعاهم مارك بينال اللي لفت الانتباه وقت الجولة الأمريكية وكان أساسي في ماتش فالنسيا وقدر يظهر بصورة جميلة. يعني برشلونة لسه عنده منجم ذهب، فيليك بيكتشفه واحدة واحدة، وفي الحقيقة يعني هو منجم ألماظ لا عمره خلص ولا ناوي يخلص. برشلونة مهما صرف وجاب ما بيشيلوش في الآخر غير الكام عيل اللي طالعين من لمسية. حسم القايمة من أهم طلبات فيليك هي عملية بيع اللعيبة اللي ملهاش لازمة. البداية كانت بالاستغناء عن ديست ببلاش، والاسم التاني روميو رجع تاني جيرونا إعارة، وخوليان أراوخو برشلونة كسب من وراه حوالي 10 مليون يورو، غير بداية التفاوض مع لونجليت على الرحيل أو فسخ العقد بالتراضي، غير إيريك جارسيا اللي لسه موقفه مش معروف، هل هيتباع بشكل نهائي لجيرونا ولا هيكمل مع برشلونة بعد إصابة أراوخو الطويلة. ده غير ان الالماني ما عندوش مانع في عمليه بيع ديونج لو هيوفر حل مادي للنادي. ما هو اصل الوسط فيه ناس كتير، وديونج لاعب غير مضمون بالمره، ساعات بيبقى اسطوره وساعات بيبقى ملوش فيها، وفيتر روكي ماشي. كل دي اسامي برشلونه محتاج يخلص منها في الكام يوم الجايين دول، ويطلع من وراهم بمبلغ محترم يسند ميزانيته ويساعده في السوق الجايه لو احتاج تدعيم. تغيير فلسفه النادي. برشلونه من ساعه ما وعينا على الدنيا وهو بيلعب 4-3-3 وبنفس طريقه التمرير القصير، لكن كل ده هيتغير قريب لان فيليك قرر يعتمد على خطة 4-2-3-1 أو 4-2-1-3 بثنائي محور من غير لاعب ارتكاز وبصانع ألعاب صريح، وده اللي حصل فعلا في مستايا وكسب بيه الخفافيش 2-1. وخليني أقول لك كمان إن ده سبب مباشر في التعاقد مع داني أولمو تحديدا، وبالمناسبة هي خطة قريبة جدا لطريقة لعب منتخب أسبانيا في اليورو اللي فات. في نفس الوقت أسلوب لعب فليك بيعتمد على الوصول للمرمى بأقل عدد ممكن من النقلات، يعني ال20 باص في وسط الملعب لو هيأدي في النهاية لنفس اللي هتعمله كرة طويلة يبقى نلعب الكرة الطويلة، وده شيء برشلونة كان محتاجه من فترة طويلة. فلسفة النادي الكروية بقت تراث محتاجة إضافات عشان تواكب التطور اللي محوطها من كل ناحية. نجوم متوقع تألقهم. بعد كل الشغل ده تتوقع مين اللي هيتألق مع فيليك؟
أنا جاوبك. المؤكد إن تألق لامين يامال مستمر، لأن مع تجارب فيليك السابقة الجناح المهاري بيبقى له نصيب كبير من التألق. كمان ليفاندوسكي متوقع يبقى له نصيب الأسد من التألق. أسلوب لعب فليك بيوفر للمهاجم كم كبير جدا من الفرق في كل مباراة، لأن تقريبا الفريق كله بيخدم عليه لحد ما الكرة توصل لجوه منطقة الجزاء، وده سبب أرقامه الخرافية معاه وقت بايرن. بالدي متوقع منه تألق كبير في ظل تقدم الأظهرة، ويا سلام لما يبقى ظهير هجومي قادر يتصرف بشكل فردي. داني أولمو لأنه لاعب وسط مباشر بشكل كبير، بيهتم بمهاجمة المساحات والتسجيل لو أتيحت ليه الفرصة. كاسادو من الأكاديمية هيكون رهان كبير، وأتوقع كمان تألق رافينيا معاه سواء في وسط الملعب كوسط ثالث أو صناع لعب أو حتى جناح شمال وقت الحاجة. قول لنا بقى، هل تتوقع نجاح فيليك؟ ومين اللعيبة اللي تتوقع تنجح معاه؟